السلام عليكم لي بوزيتيف، لاباس عليكم؟ اموركم مزيانه؟ الفيديو ديال اليوم على الترند ديال الفرشه، الترند ديال تمشيط الشعر بالشوكه. واش فعلا كيوقف التساقط، كيزول الشيب، كيزول القشره، المهم بزاف المشاكل ديال الشعر. فقط الشوكه او الفرشات كتزولها، وهذا واحد الترند اللي انتشر بواحد الشكل كبير سورتو في العالم العربي. شنو الراي ديالي فيه؟ واش فعلا حقيقي ولا لا؟ خليكم معايا، فيديو قصير ان شاء الله، ولكن لافورماسيون غادي تكون سيبلي. دونك التمشيط ديال الشعر او التدليك، انا نقول ماشي التمشيط ولكن التدليك ديال الشعر، سوا بالفورشيت ولا بصباع يديك ولا بالمشط اللي اون سيليكون ولا بالمشط اللي كيكون الكتريك ولا باش ما كان، شنو الدور ديالو؟ وهادو كاملين عندهم هدف واحد تيقوموا به كاملين، هو تحفيز الدوره الدمويه. البلاد سيركوليشن مني تتحفز يعني تيكون واحد التدفق ديال الدم بواحد الشكل اكبر. واحد المنطقه كل ما زاد فيها التدفق ديال الدم كل ما تحلوا المشاكل ديالها. مثلا في الحاله ديالنا حنا المنطقه ديال الشعر كل ما زاد التدفق ديال الدم فيها كل ما توقف تساقط، او على الاقل بدا كيبان واحد التحسن في المشكل ديال تساقط الشعر. كيكون واحد التاخير ديال ظهور الشيب، ماشي تيولي الشعر ديالك كحل، مي داك الشيب كيبدا يتاخر، ولو ماشي بواحد النسبه كبيره بزاف، ولكن يكون واحد النسبه اللي ملحوظه. اذا بالنسبه لي بالفورشيت او بالشوكه، هي شنو نفس اللي كيديروه في صباع اليدين، كيديروه يعني الادوات الاخرى لا ميم شوز. المهم هو المداومه، فعلا كتعطى واحد النتيجه زوينه، ماشي واحد النتيجه خرافيه كما كتشوفوا ولكن يعني في السوشيال ميديا، ولكن كاينه نتيجه زوينه. دائما كنوصيكم بهذه القضيه ديال تدليك الشعر. غنعطيكم واحد لي بروف. عقلتيو شحال هادي انه كانوا بعض الدول كتسمعوهم كيشريو القمل، ولاو كيشريو القمل وكيحطوه في الشعر ديالهم. علاش؟ لان القمل كي يعني ملي كيكون في الشعر كيدير واحد الهرش، كيبدا يدير هكا، كيبدا ياكل هذاك الهرش كيحفز الدوره الدمويه. تحفيز الدوره الدمويه زياده تدفق الدم، وبالتالي الشعر تيزيد يكثر وتيزيان، يعني لا كاليتي ديال الشعره كتزيان. كذلك ومثال التدليك ديال الشعر كيزين لا كاليتي ديال الشعره، وتيعمل على ان التساقط ما كيبقاش بنفس الحده، طبعا في غياب مسببات مرضيه اللي ستكون فعلا قويه، خصها تدخل علاجي ديال الطبيب من الداخل باش يتحل المشكل. واخا غادي تقولوا لي دابا واش نديروا هاد الفورشيت ولا ما نديروهاش؟ كاينين حالات وحالات كثيره هاد الترند تسبب لهم في التهابات قويه في الشعر. علاش؟ الفورشيت راه شوفوا بعيدا عن خزعبلات الطاقه، لان كاين اللي كيقول لكم الفورشيت معطب بالمعدن ولا ما نعرف هاد الشيء طاقه، هاد الشيء ديال شي ما خاطينا منه، ما عندنا ما نديرو به هاد الشيء، لا اساس له من العلم ولا صحه له، ما كاينش. دونك كاينين بزاف ديال الحالات التدليك ديال الشعر ديالهم اولا التمشيط ديال الشعر ديالهم بالفورشيت سبب لهم التهابات قويه، جروح. علاش؟ لان الفورشيت راكم عارفين الرؤوس ديالها كتكون حاده بزاف، دونك سي با لا بين انكم تستعملوها. استعملوا الاصابع، استعملوا مشط سيليكوني، استعملوا اي تقدر تكون حتى شي حاجه خشبيه، ممكن اي حاجه اللي تكون لطيفه على الفروه ديال الراس ديالكم وتعمل لكم تدليك. الاساس في هذه العمليه كلها هو تدليك فروه الراس، والاساس في هذه العمليه كلها هو المداومه على تدليك فروه الراس. الناس اللي داروا هذا الترند ديال الشوكه راهم داوموا، بقاو كيديروا مده ما تحمسوا ولقاو ان الناس عجبهم حتى هما بقاو كيستعملوا مده، فبانت لهم النتيجه. اذا ماشي الفورشيت في حد ذاتها فيها شي حاجه سحريه اللي دارت لهم هذا الشيء، لا، هو عمليه التدليك هي اللي زادت البلاد سيركوليشن، التدفق ديال الدم زاد في الفروه ديال الراس، وبالتالي المشاكل ديال الشعر قلات. الفروه ديال الشعر عفوا السمك ديالها كيتحسن،
التساقط كيقل وكيبدا يبان واحد التغيير في الشعر مع المداومه على التدليك. اذا الراي ديالي التدليك او التمشيط بالشوكه لا، التمشيط او التدليك عامه ديال الشعر مواد اللي كتكون اولا بادوات اللي كتكون لطيفه على الشعر، شي حاجه اللي انا كنشجع عليها. وحتى الا كنتو كتستعملوا شي علاج ديال تساقط الشعر اولا سيرومات اولا زيوت اولا اي حاجه اخرى، فالتدليك ديالها تيزيد من الفعاليه يعني تيزيد من الفعاليه ديال هاد المواد هذه، وتيخلي ان لي زعما تيكون افضل وافضل وافضل. ونتمنى نكون وصلت لكم الفكره، ونتمنى انكم فعلا تداوموا على التدليك ديال الشعر ديالكم، لان غادي تلاحظوا واحد التغيير جميل جدا في الكاليتي ديال الشعر ديالكم. شكرا على حسن المتابعه، نلقاكم على خير في فيديو مقبل ان شاء الله. الى ذلك الحين تقول لكم خليت لكم الراحه.